مساء الخير. قبل نهاية الأسبوع بيوم الأربعاء 24 نوفمبر 2010 18 ذي الحجة 1431 15 هطور 1727. في واحنا بنقرا برضه الجرايد دايما بيثير انتباهنا كده بعض الحاجات. النهارده لقيت الأهرام تقيلة شوية والأخبار برضه تقيلة شوية. ف يعني قلنا يمكن في صفحات زيادة خاصة بالانتخابات. لقينا في 3 صفحات جوه او 4 صفحات خاصين بالاسماء اللي خلاص اللجنه العليا اعلنت عنهم عشان يخشوا الانتخابات. طب في حاجه ثانيه، لقينا في 6 صفحات في صفحه الاهرام عزا نعي لرجل الاعمال الراحل مصطفى السلاب. نفس النظام لقينا في صحيفه الاخبار، نفس النظام لقينا في صحيفه المصري اليوم. يعني هل تتخيلوا حضراتكم ان عندنا 114 نعي في صحيفة الأهرام في يوم واحد؟ 114 نعي سواء صغير أو كبير بأي حجم من الأحجام عن السيد مصطفى السلاب. ده في الأهرام. في 38 نعي في صحيفة الأخبار للسيد مصطفى السلاب. في 11 نعي في مصر اليوم للسيد مصطفى السلاب. يبقى المجموع كله 163 نعي مكتوبين النهارده يعني خاصين برحيل رجل الاعمال مصطفى السلاب. الحقيقه انا قلت اسال بعض الناس الاقتصاديين اللي كانوا قريبين شويه من الراحل مصطفى السلاب واشوف قد ايه صوره الراجل ده يعني كانت ايه بالظبط. يعني هناك شبه اجماع على ان مصطفى السلاب كان راجل اعمال محترم وكان بار جدا بالمنطقه اللي هو عايش فيها، بار جدا بالجيران، بار جدا بمدينه نصر ومصر الجديده وعزبه الهجانه واللي كان مسؤول عنهم في مجلس الشعب. متواضع جدا لابعد حد. الحقيقه انا ما اتعاملتش معاه من قريب، بس لفت نظري قد ايه لما ينزل عن شخص واحد 163 نعي في يوم واحد. خلي بقى حضراتكم يوم واحد. فده علامة استفهام، وكان لازم نسأل ليه؟ عشان ده راجل محترم. ربنا يرحم مصطفى السلاب. الأستاذ مكرم محمد أحمد طلع بيان النهارده. الأستاذ مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين طبعا بيرفض البيان. استاذ مكرم طلع بيان ليه؟ عشان استاذ مكرم بيرفض البيان اللي قاله محمد عبد القدوس او اللي اصدره محمد عبد القدوس مقرر لجنه الحريات بنقابه الصحفيين تحت اسم نقابه الصحفيين. يعني الاستاذ محمد عبد القدوس طلع بيان تحت اسم نقابه الصحفيين بينتقد الاستاذ مكرم محمد احمد في اللي كتبه في عمود اليومي امبارح والنهارده حول تأييده. مين اللي بيأيد؟ الأستاذ مكرم. حول تأييد الأستاذ مكرم لبعض الوزراء اللي قدموا خدمات مهمة لمصر. قال النقيب في بيانه، وإن كان يعني بيان شديد اللهجة شوية، قال النقيب إنه بيرفض بيان محمد عبد القدوس عضو مجلس النقابة شكلا وموضوعا، لأنه اللي هو النقيب بيعمل كاتبا صحفيا من 50 سنة، وليس لمحمد عبد القدوس او غيره ان يحجر على حقه ورأيه. اكد النقيب انه لا علاقة بما يكتبه الصحفي مكرم محمد احمد بمنصبه كنقيب للصحفيين. يبقى معنى كده ان مكرم محمد احمد بيكتب عموده لوطائة نور بيكتبها في الاهرام، بيكتب العمود ده بناء على ليس نقيبا للصحفيين ولكن الكاتب الصحفي مكرم محمد احمد. كانت عندنا الاستاذ حنان شومان امبارح برضو كانت ليها شويه عتاب على ما جاء في المقال بتاع الاستاذ مكرم، لكن يعني انا شايف ان ده برضو وجهه نظر اللي بيكتبه الاستاذ مكرم محمد احمد، ده وجهه نظره. ما ينفعش ان انا احمل عليه على انه نقيب للصحفيين فالمفروض ما اكتبش كده، لا ده اساسا كاتب صحفي ومش برضه تحت نقيب للصحفيين. بيقول الاستاذ مكرم محمد احمد ان منصبه كنقيب للصحفيين لا ينبغي ان ينتقص من حقه في ان يقول رايه، خاصه وانه لم يتحدث باسم النقابه ولم يكن يعبر عن رايه، ولكنه يقول رايه كصحفي مصري يعرف آداب المهنه وتقاليدها. بيقول مكرم
مكرم محمد احمد ان بيان عبد القدوس يحمل اسم نقابه الصحفيين، وده اللي بيمثل تجاوز نقابي. ازاي انا اطلع بيان يحمل اسم نقابه الصحفيين؟ المفروض مجلس النقابه بيجتمع، المفروض بيطلع بيان بيحمل اسم نقابه الصحفيين، لكن مش مجرد لجنه موجوده داخل النقابه تطلع بيان عشان تدين فلان وعلان. ده محتاج مجلس نقابه يجتمع ويقرر. بيقول الاستاذ مكرم محدش فوض محمد عبد القدوس بالحديث باسم النقابه، ابدى النقيب مكرم دهشته من التجاوز غير اللائق كما اسماه للصحفي محمد عبد القدوس، اللي اعتبر ما كتبه النقيب اساءه لنقابه الصحفيين، رافضا هذه الاساليب او هذه الترهات، يعني هذه يعني الحاجات اللي مش مفهومه، لان مكرم محمد احمد يعرف كيف يحافظ على سمعه نقابته، وقد فعل ذلك بجداره. ولان دور الاستاذ مكرم بيقول على نفسه، بيقول في البيان كده، ولان دور النقابه هو حمايه كل الاراء وليس تكميم كل الافواه. والله حاجه كويسه لو كان بالفعل الموضوع ده يطبق على الكل. انا لست مع محمد عبد القدوس ولست مع مكرم محمد احمد، لكن انا بقول لو انا قارئ انا اخد اللي كتبه الاستاذ مكرم محمد احمد على انه راي مش نقيب للصحفيين. يعني يحاسب الاستاذ مكرم لو كان هناك تجاوز، ويثنى على الاستاذ مكرم لو كان هناك يعني شيء كويس مكتوب. فانا بشوف البيان بتاع الاستاذ عبد القدوس وبشوف بيان الاستاذ مكرم محمد احمد، لو حطيناهم قصاد بعضهم هيبقى يعني في فرق ما بين البيان ده وما بين البيان ده. نتمنى الهدوء في نقابه الصحفيين. احنا دايما بنعمل فرشه وبنعمل بالبلدي كده، يعني بنعمل مقدمه صحفيه، بنقول اهم العناوين النهارده، وبنقول الحاجات اللي عندنا، كم مقال نزل وكم مقال راح وكم مقال جه. واحنا السكريبت بتاعنا اوريدي جاهز، يعني السكريبت بتاعنا اللي احنا عاملينه النهارده عن الانتخابات جاهز معانا وموجود وممكن نقوله، مفيش اي مشكله عندنا خالص. وان احنا عندنا 24 حوار، وعندنا النهارده يعني عندنا 4 تحقيقات، عندنا 31، عندنا 179 مقال، كل ده كويس جدا. لكن الحقيقه فرض او حدث فرض نفسه النهارده علينا، خلانا ننسى الانتخابات ومشاكلها، ولازم ننسى الانتخابات ومشاكلها. تفتكروا ليه؟ عشان بلدنا اهم من اي حاجه، ومصر قبل اي حد واي حد مهما كان ومهما عظم شأنه. مصر فوقنا كلنا، ولازم نفهم كده كويس، الصغير قبل الكبير، نحط في دماغنا هذا الامر ونتصرف على اساسه. مصر اللي باين عليها مش هتهدى ولا هتنام ولا هترتاح. بقالنا فتره بنتكلم عن البلطجه والعنف في الانتخابات، بس اللي حصل النهارده وبقاله يومين تداعيات حاجه مختلفه تخوف ترعب. ايه اللي حصل؟ العمرانيه. انا عاجبني جدا مقال النهارده كتبه زميلنا محمد منير، كتبه في الموقع الالكتروني لصحيفه اليوم السابع. كتبوا اندهاشات مصريه حول فتنه العمرانيه. قبل ما اخش بس في صلب الموضوع، تخيلوا معايا العمرانيه، منطقه العمرانيه عاملها محمد منير باسلوب تصويري شيق الحقيقه. يعني بيقول انه اللي بيحصل في العمرانيه ده شيء طبيعي جدا، المساله مش بقى كنيسه وجامع وفتنه طائفيه وقال لا لا لا، هي المنطقه نفسها بؤره، مستوطن، حاجه كده يعني تقدروا تقولوا ايه، مفرخه للارهاب، مفرخه للعنف، مفرخه للبلطجه. بيقولوا ان تخيلوا كل حاجه في المنطقه يعني لا تلتزم بقانون، لا تلتزم بمعايير، حتى الجيره اللي بيننا وبين بعضينا. بيقولوا ان قدام بيته مصنع يعني فيه سموم الدنيا كلها، والمفروض كان يزال من زمان، لم يزل وباقي زي ما هو. بيقولوا ان منطقه العمرانيه مرتع للمحليات، كل واحد في المحليات بيعمل اللي عايزه. هناك عضو مجلس المحل في منطقه العمرانيه اكنه رئيس الدوله، بيعمل اللي هو عايزه ولا حد بيقف جنبه. وساعات ناس قدام الاسم بتعمل اللي هي عايزاه ولا حد يقول انت بتعملي ايه. فدي صوره يعني حاسس كده انه محمد منير يعني كان لازم يكتب الحاجات دي من زمان، لكن هو شاف ان اوانها النهارده.
فدي وصف تفصيلي او شبه تفصيلي للي بيحصل في العمرانيه. ده يا اخوانا بيقول مندهش انا ولكنني سعيد من عدم انفعال المسلمين في هذا الحي العشوائي والذي ترتفع فيه نسبه الفقر والاميه مع الاحداث، وتركوا الامن في مواجهته مع المسيحيين المنفعلين دون تدخل. هي حاله تحدث للمره الاولى في البلد، مما اربك الامن الذي يبدو انه كان منتظر انفعال مشاعر بعض المسلمين واشتباكهم مع المسيحيين فيتدخل باستراتيجيه فض المواجهه الطائفيه. وفوق بيقول البنايات العشوائيه تكسو ميدان او تكسو منطقه العمرانيه. تعالوا بقى نشوف اللي حصل. ضحايا واصابات النهارده في الجانبين. تبص تحس انك في ساحه حرب. المصيبه ان الطرفين مصريين. نسيوا ان مصر قبل اي جماعه. ونسيوا ان مصر دي حياتنا، مش كلام اغاني ولا بنردد ولا هتيفه ولا عايزين حد يشن على الاعناق ولا لا، ده واقع. واللي مش عايز يؤمن بالواقع ده يطلع. مش عايز يطلع يؤمن بالواقع ده يسيب البلد. يدي كل واحد حقه، وكل فعلا واحد لازم ياخد حقه. الحاجه اللي ترعب بقى ان دي مش اول مره ولا تاني مره ولا 10 مره، وربنا يستر، بس شكلها مش اخر مره. والسبب المتكرر بناء او هدم كنيسه. يعني مكان عباده، مش مهم هي لصاحب مين وديانه مين، المهم ان ده مصري من حقه يتعبد، من حقه يعبد ربنا، من حقه يمارس شعائره. في نظام يتقال النظام ده ايه؟ في اسس يلتزم بيها، في قانون يلتزم بيه، بس هل القانون يطبق على الكل ولا لا؟ تقعدوا معاه تشوفوا ايه مشكلته، ايه المشكله عنده. مش معقوله كل خلاف من النوع ده يتحل بالامن والعنف والمظاهرات. المفروض يتحل بالعقل بين اهل البلد. اهل البلد اللي هو مصري واحد بيعيش في تاريخ وحاضر ومستقبل البلد دي. الاحداث دي بقت نسخه مكرره، والمصيبه لما الخطا يتكرر يبقى مستقبل البلد اللي احنا بنخاطر بيه. ازاي نسيب قضيه دي بالخطوره دي لتعامل واحد من هنا وواحد من هنا، وحجم القضيه فين؟ بيتشعلن. احنا مش قضيتنا مين المتهم ومين البريء، دي شغله النائب العام بيحقق دلوقتي وربنا يوفقه. بس الاكيد اننا كلنا مسؤولين عن الوضع اللي وصلنا ليه. يعني من فتره لما جت تهديدات القاعده للمسيحيين وقفنا كلنا ايد واحده وضد التهديدات، وفرحنا بحاله الانصهار والوحده وانكار الذات واطفاء الوطنيه. وقلنا الحمد لله رب العالمين، ده هي دي مصر بقى. هي دي مصر، ولا لازم يحصل لنا حاجه زي 73 عشان نحس ان احنا مصريين؟ فرحه ما تمت. جت النهارده احداث العمرانيه عشان تصحينا على واقع أليم عشناه من فتره في دير مواس في مغاغه، واتكررت كتير الاحداث دي في المنيا، وبرضه بدل ما يتدخل العقلاء لقينا نفسنا وصلنا للمظاهرات واشتباكات وشروخ في جدار وطن كلنا المفروض نحافظ عليه. بعد كده جت احداث الاقصر في ابريل 2010 لما قرر محافظ الاقصر هدم الكنيسه الانجيليه، برضه وصل الموضوع للمظاهرات واشتباكات، وزيها في سملوط وابو تشت وفي قنا ومش عارف ايه تاني، جاي ايه تاني؟ وناس طلعوا مظاهرات في الكنيسه، راحوا يتظاهروا هناك ويقولوا كلام ضد الامن، وناس تطلع وناس مشدود يطلع، ناس تقول عليه كلام مش كويس، وناس هناك تروح تتظاهر في ساحل الجامع الازهر، وناس تروح هناك قدام مشيخه الازهر، وناس تطلع كلام هنا وهنا ملوش لازمه. طب وبعدين يا اخوانا مين المسؤول؟ انا ماليش دعوه، مش عايز اعرف مين المسؤول. انا بقول دلوقتي ان في مشكله، هنحط راسنا في الرمل مش هينفع، هنبقى زي النعام مش هينفع. هنقول كل شويه لا 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 ده خلاص ده شويه مسيحيين بيتعملوا اطلع امسك مش هينفع، مش هينفع. الحلول دي بقت حلول مش وقتيه كمان، لا ده بقت حلول يعني بتساهم في نخر الفتنه. نخر فتنه ايه؟ في اشعال الفتنه اللي في البلد، في نخر